في عمق الريف الساجن ساكنة تتحمل ثقل ظاهرة انجراف التربة. رياح قوية عصفت بمنازل هشة عند نقطة تامدة، وهي منطقة جبلية بالأساس. الرياح ألحقت أضرارا مادية ببعض المنازل، كما سنتابع معك فؤاد العزوزي ومحمد حجوب. منذ سنتين وسكان منطقة ما وراء الباب بتمدة بتراب جماعة الساجن يعانون من انجراف التربة التي أضرت بمنازلهم التقليدية الهشة. وقبل أيام يقول السكان إن عاصفة رعدية ورياحا قوية خر على إثرها سقف إحدى المنازل وتصدعت جدران حظائر للمواشي، بينما تداعت أعمدة كهربائية. ديال الأربع وقع الديور، كلشي الناس كتغوت في الليل، الضوء مشى، كلشي في الظلام. من العوال الصغير ما جبرنا نهزوا العوال الصغير، ما جبرنا نهزوا المعاز ولا البقار ولا كلشي ضايع، كلشي مشى، كلشي كيتزقى في الليل وما جبرنا لا نمشيو. ما عندنا تيرناث، ما عندنا ضوء، ما عندنا حتى شي حاجه، كلشي مشى. المخاوف من انجراف التربة وانهيار المنازل مشكل يعانيه سكان هذا الدوار الذي هاجر بعضهم، بينما بنى بعضهم بيوتا صغيرة لا تتجاوز 20 مترا مربعا لا تسع أسرهم. حنا مفروقين، شي ساكن هنا شي ساكن تما، كان توا تما حنايا كنخافوا. دابا خصنا نشوف العاصفه كلشي ديك النهار العوال اللي قاس خافنا هزينا ولادنا ملي طاح ديك الضره، هي خافنا هزينا ولادنا ومشينا تماك دحسين هذا في هذا بولادنا، عندنا العزاره عندنا البنات، حنا مشينا هذا في هذا. قال لي هذا السيد هذا راه ما خصكش تبقى هنايا، هز ولادك من هنا حتى شوفي ربي العالمين. انا هزيت ولادي ومشيت بنيت ليه ملي بنيت دابا هم عاملين علينا هيدا. مشكل انجراف التربة وانهيار المنازل بعدد من المناطق بسلسلة جبال الريف الحديثة التكوين تعيد طرح إشكال عزلة السكان، فأن العبور على جسر الأمان خاصة بالنسبة لسكان هذه المساكن، إذ لا يزال العشرات منهم يحتمون بدور آيلة للسكان.